السلام عليكم أيها المتابعون الأعزاء، أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. النار في الحلم ماذا تعني؟ تدل النار في المنام العذاب والوعيد والفتنة إذا كان منها ضرر، كما أن النار في الحلم أيضا تدل على الهداية والخير إن كان منها منفعة. ورؤية النار في البيت تدل على الضيوف أو دخول الخير إلى أهل البيت. أما احتراق البيت في الحلم فيدل على فتنة كبرى بين أهله، والله تعالى أجل وأعلم. من خلال هذا الفيديو سنتعرف على تفسير حلم النار والحريق في المنام بالتفصيل. لكن قبل الخوض في التفاصيل أدعوكم مشاهدينا الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد. معنى رؤية النار في المنام لابن سيرين. يقول ابن سيرين: رؤية النار في المنام قد تدل على جهنم ذاتها وعلى عذاب الله، والحريق في الحلم يدل على الفتنة والضرر أو عاقبة الذنوب والآثام، كما يمكن أن تدل النار في المنام على السلطان والقوة، وإشعال النار في الحلم يدل على إشعال المشاكل والفتنة. أما النار المؤذية في المنام سلطان جائر، والنار النافعة سلطان عادل. من دلالات النار في المنام أنها تفسر بالجن لأنها أصلهم، وحلم اشتعال الحريق بالحمام أو المرحاض يدل على السحر. وفسر ابن سيرين اشتعال النار في المنام أنه يدل على وقوع فتنة سريعة، والحريق الكبير في الحلم يرمز لفتنة كبيرة. وربما دل الحريق في المنام على الغلاء والقحط، والله تعالى أعلم. ومن رموز النار في الحلم أنها تدل على الهداية والعلم، لأنها تهدي الناس في الظلام، ولقول موسى عليه السلام كما ورد في القرآن الكريم في سورة طه: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قال الشيخ النابلسي أن النار في المنام إنذار أو بشارة، فرؤية الحريق في الحلم تدل على المصائب والفتن أو التهديد من أصحاب السلطة. أما إشعال النار في المنام للنور أو الطبخ فتدل على الخير والمنفعة، وإضرام النار في المنام للإضاءة يدل على التوبة والهداية. كما يمكن تفسير النار في المنام بالحرب والشر والذنوب، وكلما كانت النار بدخان عال في المنام دلت على هول أعظم وعذاب وغواية، وذلك حسب تفاصيل الرؤيا. ودخان الحريق في الحلم يدل على أخبار شؤم أو فتنة مؤذية. يقول ابن سيرين: إشعال النار بالطريق في المنام تدل على علم يهتدي الرائي به ويهدي به غيره إن كان أهلا، وحلم إضرام النار في الظلام يدل على الأنس والصحبة. أما رؤية إشعال الحريق في الحلم فتدل على إشعال الفتنة. ومن رأى الناس تحتر من نار أشعلها فهي بدعة يبتدع بها الناس بسببه، أو سلطان جائر يوكله بالبطش والظلم. كما أن من أوقد النار في الفرن في المنام دل ذلك على الرزق والمنقى، وإشعال النار بالمدفأة في المنام دل على الغنى بعد فقر والشبع بعد جوع. ومن رأى أنه يضرم النار ليطبخ عليها في المنام فهو رزق مبارك يناله بعد عناء. قال النابلسي: الحريق في المنام مع الدخان واللهب يرمز لفتنة تقع ويهلك فيها من الناس على قدر ما أحرقت في المنام من الشجر أو البيوت. والاحتراق بالنار في الحلم يدل على فعل الحرام وأكل مال الحرام. ومن رأى أنه يحترق بالنار في المنام فهو يظلم ويتحبر. والأذى من الحريق في الحلم يدل على أذى من أصحاب السلطة والقوة، والضرر يصيب الرائي بقدر ما تحرق النار في المنام من أعضائه أو ثيابه. رؤية إطفاء النار في المنام. قال ابن سيرين: رؤية إطفاء النار في المنام تدل على تعطل السفر والرزق إن كانت نارا للتدفئة أو الطبخ. أما إطفاء نار الحريق في الحلم فتدل على إطفاء الفتنة أو النجاة من شرها. وإطفاء نار الفرن في المنام نذير فقر وتعطل عن العمل، والله تعالى أعلم. يقول الشيخ النابلسي أيضا أن إطفاء نار مجهولة في المنام يدل على عزل صاحب سلطة أو كف يده. ومن رأى أن نارا انطفأت في المنام فهو انطفاء الفتنة في ذلك الموضع. ويدل إطفاء الحريق في الحلم على انتهاء الخصومة والمشاكل أو انتهاء الحروب. من رأى أنه أشعل نارا في المنام ثم أطفأتها الرياح أو المطر فهذا يدل على أن القدر لا يوافق رغباته، فلا يعاندن القدر لأنه سوف يخسر. ومن رأى أنه كلما أشعل نارا انطفأت في الحلم فليرى نواياه وأفكاره، فإن كانت خيرا فهو مقصر في الهمة،
وإن كانت غير ذلك فهو قصور عن الباطل بفضل دعاء الوالدين. من رأى أنه يطفئ نارا عظيمة في المنام فهو يئد فتنة، فإن قدر على إطفائها فهو رجل ذو قدر عند ربه، وإن لم يقدر أن يطفئ النار في منامه فقد أعذر نفسه إلى الله. تفسير النجاة من النار والحريق في الحلم. النجاة من الحريق في الحلم تدل على الخروج سليما من فتنة، ومن رأى أنه ينجو من النار في المنام فهو ينجو من عداوة شديدة أو سحر أو حسد. والأمان من النار في المنام يدل على اتضاح الأمر وقطع الشك باليقين، وإن كان صاحب الحلم في شك من أمره. النار السوداء في المنام تدل على ارتكاب كبيرة من الكبائر، والاحتراق بالنار السوداء في المنام تذكير باليوم الآخر والحساب. ومن رأى أنه يشعل النار السوداء في الحلم فهي تدل على سحر فيه ضرر، أما إطفاء النار السوداء فيدل على إنقاذ الناس من الضلال والفتنة. ويقول ابن سيرين أن النار إن كانت ذات صوت كصوت الرعد في المنام ولها ألسنة ودخان فقد تدل على عذاب السلطان أو على انتشار الأمراض، وهذا ما يذهب إليه الشيخ النابلسي، فيقول أن النار ذات الدخان والجلبة في الحلم دليل حرب وفتنة. رؤية النار تسقط من السماء في المنام. يفسر نزول النار من السماء في الحلم بالمصائب والهموم، ومن رأى النار تسقط من السماء على الأرض في المنام فإن وقعت في البيوت والمحل التجارية دلت على فتنة تصيب الناس وويلات تقع بهم من السلطان. وإذا كانت النار التي تقع من السماء في الحلم جمرا تدل على الأمراض والأوبئة. من رأى في حلمه أن النار تنزل من السماء فتسقط في الأراضي الزراعية فذلك دلالة على القحط وفساد الزرع بوباء أو غيره. أما من رأى النار تصعد من الأرض إلى السماء فذلك يدل على أن أهل المكان الذي خرجت منه النار حاربوا الله بالمعاصي والبهتان. ومن رأى النار قد نزلت من السماء وأحرقته دون أذن يدخل الجنود داره. النار والحرب في المنام. من دلالات النار في المنام أنها تدل على الحرب، حيث يقول الشيخ النابلسي: من رأى في المنام نارين تهم إحداهما بالأخرى فتتداخلان وتتمازجان فهما جيشان يقتتلان وحرب تقوم. والنار الأقوى ذات الحطب الأكثر في الحلم تدل على الجيش الأكثر عددا والأشد قوة، والنار التي تواتيها الريح في المنام تدل على الجيش الغالب والله أعلم. ويضيف النابلسي عن تفسير رؤية النار في الحلم أن النار إن كانت في النهار دلت على الفتنة والحرب، وإن كانت في الليل قد تدل على الأنس والصحبة، وحلم النار إن كانت في الصحراء حرب لا تتم. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، والتي تعرفنا فيها على جميع التفاصيل المتعلقة بتفسير حلم النار في المنام. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا، وانتظرونا في قادم الحلقات والتفاسير على قناتكم تفسير الأحلام. أستودعكم الله، دمتم في حفظ الله ورعايته.